لو بتعملي الفراخ ودايما بتطلع معاكي ناشفة وطعمها بيغير، وبتبصي تلاقيها مش عاملة زي فراخ الحاتي كده وبتدوب في البق، ما بتحتفظش بالعصارة زي الفراخ دي، يبقى اكيد ما بتعملهاش بالطريقة دي. السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ هنعمل النهاردة معاكم ألذ وأطرى وأحلى فراخ مشوية ممكن تعمليها في حياتك، وكمان سهلة جدا. هنشويها النهاردة على الفحم في ربع ساعة أو في 20 دقيقة بالظبط. هتطلع طرية من جوه وطعمها رهيب، وحتى لو باتت معاكي يوم ويومين هقولك ازاي تحتفظي بنفس الطعم بتاعها كأنك لسه شوياها حالا. حطوا لايك للفيديو، شيروه في كل حتة، ويلا على بركة الله هنبدأ. هاتي بقى الفراخ اللي انت عايزاها. أنا النهارده معايا فرختين، وهقول لكم انا هعملهم ازاي عشان يستووا معايا بسرعه وتطلع في نفس الوقت طريه ومحتفظه بكل العصاره بتاعتها وطعمها لذيذ. بنشيل بقى اي زوائد في الفراخ كده، زي ما انتوا عارفين الاطراف بتاعه الاجنحه وكل حاجه بنشيلها. كمان انا هنا الفراخ دي يا جماعه لازم تكون عندك متجمده في الفريزر. ما ينفعش نشوي فراخ لسه جايباها طازه. يفضل تكون متفرزه، يعني تكون بقى لها يوم او يومين في الفريزر، او تكون بقالها كتير في الفريزر عادي جدا، المهم ما تكونش طازه. دلوقتي انا بقطعها، يعني بشقها من الظهر كده، وعايزه افصل الرقبه كده دي كلها هشيلها، مش محتاجاها خالص في الشوي. انا عايزه الفرخه افردها كده زي الفراشه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وهبدأ بقى افتح في الصدر كده فتحات، وفتح في الورك وكل الفرخه. عايزه افتحها، ده كله بيخلي الفرخه تتفرد اكتر، فتبقى يعني طبقتها مش تخينه، فتتسوى معايا بسرعة. وده اللي انا عايزاه دلوقتي. بصوا اتفردت قد ايه عشان افردها اكتر وتتفرد معايا، واللحم بتاعها يبقى يعني يستوي معايا بسرعة. هحط عليها كيس وهدقها كده بالشاكوش، او ممكن تدوقيها باي حاجة عندك تكون تقيلة شوية. هنخبط على الفرخة من الناحيتين، يعني مش من ناحية واحدة. لو عرفت تكسري اي عظم فيها بالشاكوش ده، يعني تركزي كده تمام، يبقى كويس جدا. خلاص كده احنا فردناها وقطعناها بالسكينة، شرحناها كويس ودقيناها. نيجي بقى لمرحلة الغسيل. غسيل الفراخ يا جماعة ليه فن كده عشان الفرخة تطلع جميلة وما تزفرش مننا. بنرش عليها شوية ملح حلوين ده من جوه، وبعدين بنعصر نص ليمونة ونبشر البشر بتاع القشر بتاع الليمون. قشر الليمون ده يا جماعة بيضيع اي يعني زفارة جوه الفرخة، وبندعك كده هتلاحظوا ان اللون على طول بدأ يفتح. نص الليمونة التاني هعصره على الفرخة من الوش، وبرضو هبشر القشر بتاعها كده بالمبشرة بتاعت جوز الطيب الصغيرة دي كده، وتبشري. وهندعك برضو لان لسه هنرش شوية ملح الاول. ودي احسن طريقة واضمن طريقة لغسل الفراخ من غير ما يكون فيها اي زفارة خالص. يعني هدعك كده كويس قوي، وهسيبها مجرد بس 5 دقايق، وبعدين اغسلها كويس بقى بالمية واصفيها كويس جدا، مش عايزة فيها ولا نقطة مية. وعملت كده في الفرخة التانية زي ما عملت في الاولانية بالظبط. دلوقتي بقى تعالوا نعمل التتبيلة بتاعتنا. وتتبيلتي النهاردة سهلة جدا، ولا هعمل بصل ولا توم ولا طماطم ولا اي حاجة. اللي حطيته ده يا جماعة معلقة من الصلصة ومعلقة كبيرة من هريسة الفلفل اللي انا عملته في البيت، محتفظة بيه في الفريزر. وبصوا يعني سن التوم، يعني حوالي فص توم كده واحد يا جماعة، مش هنكتر التوم اكتر من كده. وشوية من دبس الرمان لو عندك، لو ما عندكيش يبقى معلقة عسل اسود مع معلقتين خل. احط شوية من زيت الزيتون او اي زيت عندك، يعني حط حوالي ربع كوباية كده. وهنحط كمان حوالي ربع كوباية من اللبن او نص كوباية من الزبادي، اي حاجة. زعتر وروزميري كده عندي جبتهم وفركتهم وحطيتهم. هحط كمان يعني نص معلقة توم بودر ونص معلقة بصل بودر. فلفل اسمر اساسي في تتبيله الفراخ. عايزه اقول لكم التتبيله دي سهله وخفيفه وطعم رهيب يا جماعه. بهارات الفراخ بقى مهمه قوي، هي دي اللي هنكتر منها. حطيت معلقتين كده صغيرين من بهارات الفراخ، وحطيت شويه من خلطه ال7 بهارات. تمام يا جماعه. طيب هحط ده هنا التوم باودر والبصل البودر يا جماعه. يبقى انا اللي في الاول حطيته كان الملح لكل فرخه، معلقه صغيره من الملح، المعلقه اللي بنحط بيها السكر في الشاي دي يا جماعه. هعصر هنا يا جماعة يعني نص ليمونة. وهبشر البشر بتاعها، والنص التاني هعمل فيه كده برضو. بشر الليمون بيخلي طعم الفراخ حلو جدا. تمام.
بنبشر كده الحاجات الخضرة بس او القشرة الصفرة بس. هخلط بقى كويس قوي التتبيلة دي. على فكرة التتبيلة دي عملتها قبل ما اغسل الفراخ، هركنها عشان تاخد بقى وتدي مع بعضها كده، وكل حاجة تدوب فيها كويس، بهاراتي والملح وكل حاجة، لغاية ما اغسل الفراخ واصفيها كويس جدا. وشايفين شكلها عامل ازاي. فراخ اتغسلت صفت كويس قوي، ما نقعتهاش في ميه ولا حاجه، انا غسلتها كويس قوي. الليمون خلاها قشطه من جوه ولونها حلو جدا وتمام. من تحت الجلد كده هحط يعني من التتبيله بتاعتي اهو، اوصل التتبيله لكل حته في الفراخ يا جماعه. هنقلبها، شايفين الفرخه من جوه نظيفه ازاي، تمام، ما فيهاش اي حاجه. حطي بقى التتبيله في كل حته، الفتحات اللي احنا فتحناها دخلي فيها التتبيله، وخلي الفرخه كده التتبيله تدخل في كل حته فيها عشان طعمها يبقى واخد من التتبيله دي. والفرخه التانية هجيبها واحطها فوقيها وهعمل نفس الحكايه. هيشربوا بقى من بعض، والتتبيله بتاعتي كافيه للفرختين يا جماعه زي ما انتم شايفين. ما تنسيش تحطي تحت الجلد وما بين الورك وكل حاجه. هنا كنت نسيت اقص الاجنحه، قصيتها تمام كده يا جماعه. وخلاص كده هقلبها برضو على الناحيه التانية وهحط التتبيله بتاعتي. تقعد قد ايه في التتبيله؟ ممكن تقعد ساعتين 3 4. لو عملتيها من بالليل وتاني يوم يعني بيتيها هيبقى حلو، ولو قعدتها يومين هيبقى حلو. ساعات بقعدها يومين و3 كمان في التلاجة يا جماعه. في التتبيله دي بتبقى خطيره، لكن اقل وقت هيكون 3 4 ساعات. انا بيتها من بالليل لتاني يوم، بحب اعمل كده عشان تبقى الفراخ جاهزه معايا. ودلوقتي شغلت الفرن وخليته يسخن كويس جدا، وهجيب صينية وهجيب فيها الفرخة، وعايزة الفرخة تبقى مفرودة على الآخر كده، يعني تحتفظ بالفردة بتاعتها، وده عشان التسوية بتاعتها تبقى سريعة. الصينية ما خدتش غير فرخة واحدة مع انها صينية كبيرة، بس عشان الفرخة مفرودة جامد فمش عايزة بقى ازنقهم جنب بعض، فحطيت في صينية تانية. لكن رجعت تاني لقيت عندي صينية كبيرة تاخد الفرختين، فحطيتهم فيها وغسلت بقى دول مش مهم، ودخلت الصينية الكبيرة في الفرن. قعدت في الفرن اقل من ساعة. طبعا انت هتتابعيها وحسب وزن الفرخة بتاعتك، واللون ده حلو جدا. وطلعتها وكانت استوت تقريبا 70-80%. تمام اهو يا جماعة. كنت بقى مولعة شوية فحم في المقصوصة اللي انا بولع فيها الفحم دي، بحط فيها فحم على البوتاجاز وبولعه فيها من غير اي توسيخ للبوتاجاز ولا اي حاجة خالص. الفحم بتاعي جاهز بيشغل على البوتاجاز، وانتوا عارفين انا بشوي في شواية او في حلة اي حاجة. بصوا انا بجيب لكم الفرخة دلوقتي على البوردة الخشب دي عشان عايزة اقطعها بقى. تقطيع الفراخ بقى دلوقتي بعد ما استوت حاجة وقبل ما تستوي حاجة تانية، يعني دلوقتي خلاص نقدر نقطعها لانها محتفظة بالطراوة بتاعتها. قطعت الفرخة يعني 6 قطع. وجبت بقى الفحم اللي قلت لكم عليه اللي انا ولعته، في فحم في الحلة. الحلة دي يا جماعة حلة عادي خالص عندي، وحاطة فيها ورق فويل وشوية رمل والفحم اهو. واي شبكة عندك بتروحي حطاها كده، وبعدين بتجيبي بقى الفراخ وتحطيها عليها. خرجيها بقى في البلكونة وسيبيها ربع ساعة بس مع التهوية كده، تهوي كويس ربع ساعة 20 دقيقة حسب الفراخ بتاعتك ما تستوي معاكي. ساعات ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة او 10 دقايق كمان وبتكون استوت. بنهوي بقى كده عشان الفحم يخلي الفرخة تاخد لون ويكمل تسويتها ويديها ريحة الشوي وكأنها معمولة يعني من الأول للآخر على الفحم. وهنا حطيت الفرختين الاتنين يا جماعة على الفحم اهو، هما الاتنين اتحطوا. جهزت انا بس صوص كده دهنت بيه الفراخ عشان التلميع والشكل. كان عبارة عن شوية كاتشب مع شوية دبس رمان مع شوية زيت مع شوية فلفل أسمر، وهما اللي ادوها اللمعة الحلوة دي يا جماعة. وعايزه اوريكم التسويه بقى عامله ازاي، خطيره 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 بجد، تتاكل لوحدها كده. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الافاده، ويا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعه حطوا لايك للفيديو، شيروه في كل حته. انا بس حابه اوريكم الطراوه بتاعه الفراخ. شكرا لكم.